السلام عليكم. بغيت نهضر اليوم على الذهب، واش هو استثمار مناسب دابا في هذه الوقيته ولا لا. يعني دابا حنا في اواخر نقولوا 2024 وداخلين على 2025. شحال من واحد كيتساءل وكيسولني واش الذهب دابا مناسب للشراء ولا لا. الوغ شنو نقدر نقول؟ الذهب كنقولها ونعاودها، هذه حاجه مهمه جدا خص الانسان يخليها في راسو. الذهب راه ماشي استثمار، الذهب راه حمايه من التضخم. هذه خصنا نفهموها. يعني لشي واحد اللي عنده الفلوس زايده على الاحتياجات ديالو اليوميه، خلينا نقولوا بان عنده واحد الصندوق ديال الطوارئ. يعني هذاك الصندوق الطوارئ ضروري خصو يكون عنده كاش، لا سمح الله وقف على شي حاجه، مرض ليه شي واحد في العائله، خسرات ليه الطوموبيل، المهم عطا الله الافات في الدنيا هذه، خص يخلي واحد 6 شهور ديال الفلوس اللي كيخسر في الشهر كاش. يعني مثلا كيخسر 5000 درهم، يخلي تقريبا واحد 5 المليون، ما بين نديروا ما بين 4 حتى 5 المليون تكون عنده كاش. وابارتيغ من هذا لو مونطو هذا، يعني الفلوس اللي زايده على 5 المليون، هنا كندخلوا في جوج ديال لي زابروش. سوا انا عندي الفلوس وباغي نستثمرها، وممكن ندويو على الاستثمار، يعني كندويو على الريسك ديال ان هذيك الفلوس تمشي، لان اي استثمار كيكون عنده الريسك ديالو. طبعا ما كاينش استثمار اللي ما فيهش الريسك. يكذب عليك كذاب يقول لك لا الاستثمار راه ما فيهش الريسك، ما تخافش فلوسك راه مضمونه. راه اللي يقول لك هاد الهضره راه شفار، راه ما كيقول لك، راه ما كيغلب الطماع غير الشفار. يعني الانسان خصو يحضر راسو من هذه القضيه هذه. الاستثمار كيكون فيه الريسك. الانسان اللي ما باغيش يدخل على الاستثمار ولا ما كيفهمش في الاستثمار، احسن حاجه يدير هي يحط فلوسه في الذهب. علاش؟ لان الذهب من كتحط فلوسك فيهم انت كتحمى اوتوماتيكمون من التضخم. خصنا نعرفوا بان التضخم كيكون في الفلوس راه كتعرض للتضخم، لان التضخم حاجه طبيعيه دابا في الفلوس مع هذا السيستم الربوي اللي حنا فيه العالمي ديال الابناك المركزيه وديال طباعه الدولار، وديال ان كل دوله حاطه فلوسها في البنك المركزي مساوي للقيمه ديال الدولار. كل شيء يعني عنده واحد القيمه مساويه للدولار ولا الاورو. يعني في الاخر انت فلوسك كتعرض للتضخم ضروري ومؤكد. التضخم كيقدر يكون ما بين 2% 3% حتى 10% حتى 20% دابا في مصر مؤخرا، حتى 40% في تركيا. التضخم من دوله لاخرى كيتغير، وداخلين فيه بمجموعه ديال العوامل. يعني هادشي ما غاديش ندخل فيه انا دابا، داخله في عوامل داخليه، داخله في عوامل خارجيه. كيكون التضخم الداخلي، التضخم الخارجي، حنا ما غاديش ندخلوا في هاد لي ديتاي دابا. اهم حاجه خصنا نعرفوا بان الفلوس ديما متعرضه للتضخم ضروري. ما كاينش شي دوله الفلوس ديالها ما معرضاش للتضخم. ممكن في هذا العالم من غير دوله ولا جوج، وكتكون في حالات خاصه جدا وفي دي بيريود قلال. يعني ماشي داك الشيء دائم على المدى البعيد. على المدى البعيد كاع الفلوس كتعرض للتضخم. انت باش كتحمي فلوسك من التضخم كتحط فلوسك في الذهب. الذهب راه ماشي الزينه، راه ماشي الحلقات اللي فيهم الحجار، راه ماشي الجرامات، راه ماشي السناس، لا. الفلوس ديال الذهب ديال الاستثمار. الذهب ديال الاستثمار كيكون سواء ذهب بالجرام كتشريه بالجرام، يقدر يكون حلي ولكن كتشريه بالجرام الثمن ديالو بالجرام، ولا كتشريه قطع نقديه. يعني مثلا اللويز ديال فرنسا ولا اللويز ديال دول اخرى، راه كاين اللويز ديال دول اخرى ديال الانجليز ديال الامريكان، عطا الله. يعني تقدر تدخل الانترنت وتشوف. واللي معروف طبعا في المغرب هو ديال فرنسا، اللويز ديال لا كوك ماريان ديال الفروج، كنقولوا له اللويز ديال الفروج. كاين ديال 10 وكاين ديال 20. هذا ساهل وبين ومعروف في السوق، والعيالات كيستعملوه للزينه حتى هي. يعني هو استثمار وفي نفس الوقت زينه. هذا مزيان الانسان يشريه ويحط فيه فلوس ويحط فيه داك الفلوس اللي كيف ما قلت لكم زايدين على الاحتياج. هنا كنرجعوا للسؤال، واش هذا وقت مناسب باش تشري الذهب؟ انا بالنسبه لي واش وقت مناسب؟ طبعا وقت مناسب. الذهب ديما كاين، ديما وقت مناسب باش تشريه. غير كتبقى نتايا الاستراتيجيه ديالك نتايا ديال كيفاش تشريه. نفترض عندك السيدي انت قررتي تشري الذهب صافي، ياك قلنا بان حيدتي الفلوس اللي غتخليهم الطوارئ، قلنا بان لا عندك شي فلوس ديال الاستثمار هذيك بوحده، ولا لا ما باغيش تدخل في الاستثمار، المهم ما ندويوش عليه بصفه نهائيه. قولوا مثلا عندك واحد 10000 درهم انت باغي تشري بها الذهب. هاد 10000 درهم لا ما عندكش انت اصلا الذهب، واول واحد غادي يدخل في الذهب،
هنا في هذه الحاله هذه النصيحه اللي كنقدر نعطيك، ما تشريش 10000 درهم طبعا كامله، غادي تشري بواحد اللويزه مثلا ديال 10. اللويزه ديال 10 راه تقريبا دايره في السوق واحد 4000 5000 درهم. تشري وحده وتسنى واحد الشهرين 3 شهور، لان دابا الذهب طالع شويه في قمم يعني نقدروا نقولوا تاريخيه، ولكن حتى شي واحد ما عارف الاتجاه اللي غادي يمشي. يكذب عليك كذاب يقول لك الذهب غادي يطلع ولا غادي يهبط. كاين محللين كيقولوا بان كاين احتمال انه يدير تصحيح، يعني مثلا دائما ما كاينش شي حاجه كتطلع الى الابد، لابد كيكون عنده واحد التصحيح، كتهبط واحد شويه وكتعاود ثاني تزيد تكمل الطلوع ديالها على الامد البعيد. انت لو وقع تصحيح في هاد الشهرين 3 شهور اللي جايه، علاش لا انك تشري لويزه اخرى، غادي تكون ربحتي واحد 200 300 درهم. يقدر يكون هبط الثمن ديالو في السوق ب 200 300 درهم حتى ل 500 درهم. شريتيها مثلا دابا ب 4000 درهم، راه تقدر تعاود تشريها في شهر واحد ولا في شهر جوج بواحد 3500 مثلا ولا 3700 مثلا، فهمتي؟ وتخليها عندك. ما هبطش السوق سي با غاف، ماشي مشكل. انت داك الساعه اش كدير؟ انت هذيك ال 5000 درهم اللي بقات عندك مازال ما شريتيش بها، غادي تكون زدتي جمعتي عليها، راه ولات واحد 6000 درهم ولا ولات واحد 7000 درهم، ماشي مشكل. انت راه كتزيد تجمع اون باراليل وتزيد تصبر شويه. يعني وقع واحد انت النهار اللي غادي يوقع واحد التصحيح غادي تشري في السوق، ما وقعش التصحيح غادي تعطي راسك واحد المده زمنيه اللي غادي تكون عاود تجمعتي فيها مثلا واحد 10000 درهم نقولوا عاوتاني، وتقرر انك تزيد لويزه اخرى بغض النظر على الثمن ديالو داك الساعه في السوق. يعني حتى الا كانت زاد واحد شويه الذهب ماشي مشكل، انت ديما كتزيد الادخار ديالك. هذاك الادخار اوتوماتيكمون بعد واحد المده زمنيه كتعاود تحوله ذهب، وهكذا دواليك. كل 6 شهور مثلا، واخا انت دير مثلا كل 6 شهور تشري لويزه، لو كنتي كتجمع مثلا 4000 5000 درهم كل 6 شهور، دير انت يا سيدي ان كل 6 شهور غادي تشري لويزه، ويكون هذا هو لوبجيكتيف ديالك. ولا كل 6 شهور تشري 3 غرام ديال الذهب. حنا ماشي بالضروره ندويو باللويز، ولكن تقدر تشري مثلا 3 غرام ديال الذهب ولا 4 غرام ولا 5 غرام على حسب. كل واحد يمشي على قد جهده وعلى قد جيبه وعلى قد الامكانيات ديالو. حنا اللي كنصحوا به هو ان فلوسه ما يخليهاش تحت الزليجه كما هي اوراق 200 درهم و100 درهم، لان هادوك مع الوقت يتآكلون. ماشي كياكلوا من الفار، ولكن كياكلوا من شي حاجه بحال الفار اللي هي التضخم. كيقول لك مال الله في الارض الذهب والفضه، يعني الانسان اللي خلى فلوسه في الذهب وفي الفضه كيحمي راسو من التضخم، والنهار اللي كيوقف على هذيك الفلوس من بعد راه اسمح لي، النهار اللي كيوقف على هذاك الذهب من بعد راه كيحولوا فلوس، وداك الساعه راه كيقضي الاغراض ديالو، وكيكون الحمد لله هذاك الذهب على فتره زمنيه طويله. يعني انا كندوي مورا 5 سنين مورا 10 سنين راه كيكون طلع في القيمه بزاف، وداك الساعه يقدر يعاود يبيعو ان شاء الله بواحد الثمن اللي غادي يكون غطى ليه التضخم اللي وقع للعملات ديالنا في هذيك الوقيته. هذه من ناحيه ثانيه نقطه مهمه ما خصناش ننساوها، بان خليت الفلوس اللي زايدين على النصاب ما خصناش ننساو بان راه تقام عليهم بالزكاه. يعني هذه نقطه مهمه خص الانسان ما ينساهاش. كتفوت النصاب ديالك، الفلوس اللي عندك خص تخلص عليها الزكاه، سواء كانت فلوس كاش سواء كانت ذهب وفضه. هذه حاجه ضروريه، خص تخلص على الفلوس اللي عندك الزكاه ديالتك اللي هي 2.5% من القيمه الاجماليه ديال داكشي اللي عندك. هادشي طبعا لا كنتي فايت النصاب. هذا غير تذكير خفيف وصافي. الانسان ما خصوش ينسى حق الله في هذوك الفلوس اللي عطاه، باش الله يزيد ينميهم ويكثرهم ان شاء الله، ويدير فيهم البركه كيف ما كنقولوا. والله يسخر الجميع والله يسهل الامور للجميع. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوناش المستمعين الراقيين، انا عارفه عندي مستمعين راقيين وملي كيسمعوا لهذه المواضيع بحال هكا، ديروا لنا واحد جيم واحد ابوني باش نقدروا نستمروا في القناه، وكتبوا لنا في التعليقات المواضيع اللي بغيتوا نهضروا عليهم المره الجايه.